فيصل فخري، وهو من أكبر الإعلاميين الرياضيين في ليبيا. قامت بزيارة نقابة الإعلاميين في بنغازي اللي أنشئت مؤخرا. نشوفوا مشاهدينا هذا التقرير اللي أعد الزميل صلاح نجم ونرجع لك. فيصل فخري أحد أبرز الإعلاميين الرياضيين، حيث قدم للمكتبة الرياضية عديد الكتب التي باتت مرجعا لكل إعلامي ليبيا. وفي أولى خطوات عملها نظمت اللجنة التأسيسية لرابطة الإعلاميين الرياضيين ببنغازي زيارة للموثق المخضرم فيصل فخري في منزله، وذلك للاطمئنان على صحته عقب إجرائه لعملية جراحية تكللت بالنجاح. رابطة الإعلاميين أو الصحفيين أو اللجنة التأسيسية التي تم انتخابها من قبل الإعلاميين الرياضيين بمدينة بنغازي تقوم بأولى مناشطها، وهي زيارة لاسم من الأسماء الكبيرة في حقل الإعلام الرياضي على مستوى ليبيا، وهو الأستاذ القدير الأستاذ فيصل فخري، الذي مر في الفترة الماضية بوعكة صحية. فقامت اللجنة التأسيسية لرابطة الإعلاميين الرياضيين بمدينة بنغازي بزيارة للأستاذ فيصل فخري في بيتي. زيارة كان لها الكثير من المعاني، وحملت عنوان الوفاء لشخص قدم الكثير للرياضة، فكان من الواجب رد الجميل ولو ببادرة بسيطة في شكلها كبيرة في معانيها. أجواء رائعة تخللت الزيارة تم خلالها تجاذب أطراف الحديث عن الإعلام الليبي وتاريخ الصحافة وذكريات فخري وتجاربه مع الرياضة. في هذه اللحظات أمتلك شعور من الغبطة والبصراحة والابتهاج بهذه الزيارة اللي قام بها أعضاء المؤسسين لرابطة الصحافة الرياضية في بنغازي. وطبعا هم عقدوا العزم على انهم طبعا يتصلوا بي باش يقدموا لي تهنئه بمناسبه نجاح العمليه البسيطه الحمد لله اللي عملتها. فالعمليه هذه اصبحت لها ذكرى خاصه عندي بوجود هذه النخبه من الاعلاميين، واتمنى لهم التوفيق، وان شاء الله رب سبحانه وتعالى يطرح البركه في المجموعه كلها ويكونوا موفقين في ادائهم لتاسيس هذا جسم مهم جدا في مجال الاعلام الرياضي اللي هو رابطه الصحافه الرياضيه في بنغازي. ولم تخلو الزيارة من الحديث عن الذكريات الرائعة، إضافة إلى عرض بعض مما يمتلكه الرجل من أرشيف مصور، لتختتم الزيارة بباقة ورد لرجل يستحق أن ينقش اسمه بالذهب لما أتحف به المكتبة الرياضية من مراجع ستبقى أرشيفا لمن أراد المعلومة القيمة والدقيقة. صلاح نجم، 218 بنغازي.